فكرية، ناس كتير بقى على القضية، افلام جنسية، خمول عقول عربية، شهوة انسية توصل في فقدان الدية. دقينا الغلط حصد مرض فده اللي فرض، افكار غربية اتعرض فالفكر فينا اتنفض، فالنبذة مستوحاة في الفكرة عن المغزى، فالمعنى واضح في تفسير الحرب ما بيننا، هي تدمير تشويه صورة اسلامنا. تحقيق المال غرض انسي موجود، تحقيق الشهوة لكل الناس يكون مشهود لكنك توصل من غير ما تتعب يحصل. ما هي حروب فكرية افكار مادية مع نفسية، فكر تاني هتلاقي انك غلطان في الجواب. طلع كل سؤال واكتبها بلغة الراب، حاول تحارب نفسك من غير ولا نقطة في دمك، انتقاد سريع ما بين النفس وهمك. الحرب دي مجرد سوء إساءة على الإسلام، لتنفيذ إشارات المخ تربية فكر شهوات، وتجبر نفسك جسمك على تحت سيطرة رغبات. كل لحظة موت عدوا فيها العذاب. الحرب دي مجرد سوء إساءة على الإسلام، لتنفيذ إشارات المخ تربية فكر شهوات، وتجبر نفسك جسمك على تحت سيطرة رغبات. كل لحظة موت عدوا فيها العذاب. بيحاربونا في مستقبلنا، بيحاربونا فكر شبابنا، عايزيننا نفضل تحت يدمرونا كل أحلامنا، لهونا عن التطور وقفونا عن الإبداع، بالمساعدة في المعصية بابتسامة الخداع. والشباب العربي نايم، الشباب العربي ضاع، والمشكلة جيلنا ناسي، جيلنا للقضية باع، كل يوم ببدعة جديدة، كل يوم باختراع، واحنا بقينا تحت وهم في قمة الارتفاع. الحرب النفسية ابتدت بخس وفكر الشباب، والشيطان أقنع الناس إن مفيش جنة ونار. الفكر الغربي سيطر والنمط الديني اتغير، والإنسان محتار ما بين الاتنين وبقى مخير، يكون ضحية الشهوات وجنس القبر والممات، وزي يوم القيامة هيقابل رب العباد. أفلام ثقافية، مواقع إباحية، واتمتعت بالخطيئة وفي الآخر أنا الضحية. الحرب دي مجرد سوء إساءة على الإسلام، لتنفيذ إشارات المخ تربية فكر شهوات، وتجبر نفسك جسمك على تحت سيطرة رغبات. كل لحظة موت عدوا فيها العذاب. الحرب دي مجرد سوء إساءة على الإسلام، لتنفيذ إشارات المخ تربية فكر شهوات، وتجبر نفسك جسمك على تحت سيطرة رغبات. كل لحظة موت عدوا فيها العذاب.